أهلا بكم من جديد. نتابع معكم إذا هذه التغطية للسيول والأمطار في السعودية، حيث طالب مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتكريم وافد سوداني نجح في إنقاذ قائد حافلة من الغرق جراء السيول، والتي اجتاحت منطقة حائل السبت الماضي بعد انتشار مقطع على موقع يوتيوب يظهر فيه رجل سوداني يخاطر بحياته في السيل لإنقاذ قائد الحافلة الذي كان قد تخلى عن الحافلة وحاول النجاة، إلا أن السيل داهمه. السيارة في نفر ثاني سيارة بس أنت نفر واحد. والله انك تستاهل من ينزلك باليوتيوب. الله انك بطل، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. مشاهدينا عبر الهاتف معي من الدمام إبراهيم عوض إبراهيم، الرجل الذي قام بعملية الإنقاذ لقائد الحافلة من سيول حائل. أهلا بك إبراهيم معنا، يعطيك العافية بداية، وتشرح لنا أو تتحدث لنا عن تجربة الإنقاذ التي قمت بها لقائد الحافلة. بداية نعلم أنت من الدمام، كنت متجه لحائل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أول أشكر قناة الجزيرة على الاستضافة. قناة العربية. قناة العربية على الاستضافة. والحقيقة أنا أصلا في الدمام أعمل في شركة آلاء، وسوداني من الجزيرة، يعني أصلا بلد موية وكذا. فرحت كان في زيارة عمل يومين، وصدف إنه الأمطار الغزيرة هذه اللي حصلوا، وكانت الشقة المفروشة بالغرب من المجرى هذا. فالحمد لله بتوفيق من الله، يعني الراجل يعني أخذته السيول، والإنسان كشهمة مسلم. ربنا وفقنا الحمد لله ودخلنا، وكان عندي خلفية في السباحة أصلا. يعني هنا أسألك إبراهيم، يعني لم تخف من هذه المغامرة؟ السيول واضحة يعني، وكان في حوادث ووفيات. بلدنا قرية سيمة تكري في المدينة عرب في غلب الجزيرة، يعني قنوات الري، ودرست في حنتوب على النيل الأزرق، فعندي خلفية كافية للسباحة والتصرف في هذه الظروف. فدخلت عن دراية يعني ومساعدة للرجال، يعني في حالة يعني أي إنسان بيتمنى أنه يكون في الحالة يجي من يعني متعود على هذه الظروف، عندك يعني مهارات بالسباحة، أخذت هذه الخطوة؟ والله في الحمد لله عندي خلفية في المهارات في السباحة وكذا، وكفطرة يعني كمسلم الإنسان بيشوف إنسان مستغيث ما يقدر يظل عين له. فالحمد لله بتوفيق من ربنا، رغم ان السيول كانت قويه، لكن ربنا وبميزه الطول بتاعي يعني قدرت الحمد لله انقذت رجال بفضل من الله، ولين وصلنا لبر الامان الحمد لله. يعني جزاك الله خير. بس اكيد ابراهيم ما تنصح احد يقوم بنفس الخطوه لو ما عنده نفس المهارات، صحيح؟ والله انا لانه لما جيت حتى قبل المطر ما يكون يكتر، فكنت يعني بحكم انه وجودي بغرب من الوادي، فشفت الوادي وطبيعته يعني قبل المويه ما تزيد، فكان عندي خلفيه عن طبيعه الوادي، وخلفيه يعني بالنسبه لي بقدر اسبح وكذا، واقدر اتصرف في هذه المواقف. وما انصح اي انسان يعني يتهور اذا كان ما عنده خلفيه لانه يقدر يسبح ولا عارف مقدره نفسه كيف. فيعني ما يزيد على الدفاع المدني مسؤوليات زياده يعني. يعطيك الف عافيه. يعطيك ألف عافية إبراهيم، جزاك الله خير. من الدمام إبراهيم عوض إبراهيم، الرجل الذي قام بعملية إنقاذ قائد الحافلة في سيول حائل.